يا باشا. احنا الحمد لله سلمنا المشروع على خير. مش عارف انت سامعني كويس ولا ايه، نعتذر لو الصوت مش واضح قوي. ايه فكره المشروع اللي سلمناه النهارده والحمد لله تمام. معانا هنا حويل جنبي عنده تسليم مشروع كمان شويه كده، ماده يو اي كده وديزاينات وبتاع تبع الويب. المشروع بتاعنا ايه فكرته؟ المشروع بتاعنا كالتالي: انت النهارده مثلا عايز تبعت حاجه لحد عن طريق مثلا ساعي بريد او كده، بس ساعي البريد دوت ممكن يفتح الجواب، ففي كلام مثلا ما ينفعش الراجل ده يشوفه لاي سبب من الاسباب، عايز تخبيه عليه، ممكن الكلام ده غلط يوديك في داهيه، فممكن تكتبه على الورق بقلم حبر او قلم جاف، بس اللي هو المخفي اللي هو بتكتب بيه، اللي هو القلم اللي هو السحري ده تكتب بيه ما يبانش، بس لما بتنور بنور ازرق كده الكلام كله بيبان. فالراجل لما بيفتح الورقه يبص ما يلاقيش اي حاجه، بس انت لما بيجي لك الجواب بتروح منور بتشوف. الراجل اللي كتبه بحبر مخصوص بيشتغل مع النور اللي معاك. دي فكره المشروع، بس بقى عندنا ايه في كمبيوتر ساينس يعني. وهي عباره عن ايه؟ انا النهارده عايز ابعت لك كلام مثلا بس عايز اخبيه يعني ما يبقاش باين. ده بيستعملوه اكتر مثلا في التهكير او في حاجه زي كده، او ممكن يستعملوه ان انت عايز تخبي الكلام عشان الكلام ده مثلا ان ايثيكال او اي حاجه شبه كده. تمام. فالفكره بقى ان انت هتجيب الكلام ده تبعت لواحد زميلك مثلا او لحد عامه صوره، والصوره دي هيبقى فيها كلام، هتحطه في وسط الصوره دي الكلام، بس الكلام ده هيبقى مش باين. طب ازاي؟ اللي بنعمله كالتالي: الصوره دي الكمبيوتر اساسا ازاي بيقراها؟ الكمبيوتر بيقرا اي صوره عباره عن يعني شبكه من البكسلات، مربعات، بكسل بكسل بكسل، كل بكسل تتخزن في شويه ارقام عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها بزيرو واحد، فانت بتغير في رقم من الارقام دي. تمام. فانت بتحط الكلام بتاعك حته حته في كل بكسل، يعني ممكن يبقى اول بكسل انت مثلا هتقول مثلا كلمه وليد تكتبها في الصوره بس ما تبقاش باين، هتحط حرف الدبليو في 6 بكسلات مثلا، فاول بكسل هيبقى فيه جزء من المعلومات بتاعت حرف الدبليو، والبكسل الثاني فيه الجزء الثاني والثالث والرابع، فما تجمع ال6 بكسلات دول يديكوا حرف الدبليو، وهكذا بقى في الكلام كله بقى كحروف بقى كلام كتير قوي. فاهم ازاي؟ بس ده كان فكره المشروع، والحمد لله عملناه وتسلم الدنيا تمام.